احنا بنتكلم ده علم لن يتغير. يعني انت مثلا دي اساسيات، يعني انت لو مش عارفها تبقى انت صباح الفل في البتنجان خالص. يعني ايه اساسيات؟ يعني ما بتتغيرش مع الوقت، يعني ما ينفعش في دراسه تطلع تنقض الكلام ده. اساس قوي غير قابل للمناقشه. من كام الف سنه الانسان البدائي عضله الصدر عنده رايحه في الاتجاه ده، محدش هيجي يقول لك اصل هي نازله كده. تشريحا مفيش حاجه بتتغير فيه. ممكن تكتشف عضله ان هي كان ليها 5 وظائف بقى ليها 6. انت العلم انت اكتشفت ان بقى في وظيفه جديده، بس الوظيفه دي جسمك بيعملها من مليون سنه. فالتشريح اساسي، علم الحركه اساسي، الليفر والبايوميكانكس ونقل الاحمال اساسي. مين بقى اللي فيه راي ورايك؟ اللات بول داون الواسع والضيق. ان اللات بول داون القبضه المعتدله احسن من الواسع قوي او ضيق قوي. فلاقوا ان احسن حاجه بتاكتيفيت لعضله اللاتس لما بتكون قبضه معتدله بعد مفصل الكتف حاجه بسيطه. انت بتجيب مجموعه واثنين وثلاثه، قارن ما بين القبضه الواسع والقبضه الضيق، مع وقت كبير تبدا تشوف النتيجه دي انهي احسن، مين اللي اتطور اكتر. فدي كلها اسمها دراسات قابله للتغيير بقى. ممكن يكون المجموعه دي والمجموعه دي، المجموعه دي ما كانتش بتاكل بروتين كفايه، لكن لو كانت كلت بروتين كفايه كانت اتطوروا زيهم او اكتر. ممكن دي تكون اتعملت على الفيميل والفيميل، ولو اتعملت على الميلز كانت هتلاقي نتائج مختلفه.